عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير. صلوا على النبي كده وترحموا على جدتي وحطوا لايك للفيديو. تعالوا بقى النهارده الفيديو بتاعي ان شاء الله هيعجبكم. فيديو بقى كده سهل وبسيط، وهنعمل اكله جميله جدا جدا ان شاء الله هتعجبكم. بصوا بقى، كنت هنا في السوق جبت طماطم وبتنجان وفلفل، وجبت كمان خيار والخضره. بص الربطه دي ب10 جنيه. كمان جبت ملوخية، كان نفسي في الملوخية جدا جدا اللي هي البلدي دي بتاعتنا. عشان دايما عملت كذا مرة ورا بعض المجمدة، فكان نفسي في دي قوي. كمان جبت طبقان البامية دي، وجبت طبق التوم ب20 جنيه طبق التوم ده، والبامية من الطبق من ده نص كيلو عامل 35 جنيه. جبت كمان لحمة، وطبعا الاسعار في السوق بجد فظيعة. الطماطم ب35 وحاجات كده فظيعة يعني. فيعني مش عارفين نعمل ايه، الحمد لله يعني. المهم بص بقى، انا هنا كنت نزلت السوق ومفيش عندي اي مواعين. البوتاجاز طبعا نضيف، والحوض والرخامات وكله نضيف. اول حاجة كده قلت اعملها ايه؟ ان انا اسلق اللحمة، اخليها كده على النار هادية تتسلق، واظبط بقى ايه بقية الحاجة بتاعتي، فاهمني؟ لان ماما كانت تعبانه، فادعوا لها كده يا رب تكون كويسه. فانا قلت ايه، انا هقوم اخلص كده يعني شويه حاجات، وهي تقوم كده تعمل حاجات خفيفه خالص. فهنا الميه بتاعتي كانت غليت، هبدا احط اللحمه بتاعتي. انا مش هشوحها ولا حاجه، لا انا هحطها كده تتسلق، واول ما اطلع اي ريم هبدا احط بقى البهارات بتاعتي اللي هي فلفل اسود، كبابه صيني، وليمون. لا مش هحط ليمون، لومي. حبهان وبصلايه وطماطمايه، حاجه الشوربه يعني. خليتها على نار هاديه. معايا هنا بقى توم وفلفل وهريسه وملح وكمون وكزبره، وطبعا هحط ليمون وخل. واهم حاجه تظبطي الملح بتاع الدقه بتاع البتنجان بتاعك، عشان البتنجان ما يكونش عادب كده، مش هيبقى طعمه حلو معاكي. فحطي كده ليمون وخل، وظبطي الملح وكمون وشويه كزبره مع الفلفل والثوم والهريسه، بيكون طعمه قمر قوي. هنا كنت كمان حمرت البتنجان بتاعي، وبدات اجيبه بقى كده عشان ايه، احشيه واحطه في الطبق بتاعي. طبعا انا هنا كنت بحضر ليه، لان انا كان كده كده يعني بادئه بدري في الاكل، يعني ما كانش حد جعان، فانا كنا بنعمل على مهلين. عملت البتنجان، عملت كمان طبق سلطه كده حلو جميل، عشان هما بيحبوا جدا جدا جنب الرز بشعريه سلطه، فاهميني؟ معايا بقى حلتين، حله هنا فيها زبده وشويه زيت، وهنا فيها زبده وشويه زيت، واللحمه على نار هاديه ورا زي ما انتم شايفين كده. معايا بقى الباميه بتاعتي غسلتها، وبدات ان انا، طبعا احنا بنحب جدا جدا نحمر الباميه، وعايزه اقول لكم جربوها، بتكون طعمها جميل جدا يا جماعه لما بتحمريها. ماشي، على الحله التانية بنحمر الباميه، وهنا هنعمل تسبيكه. التسبيكه دي هتبقى لنوعين من الطبيخ، طبيخ اللي هو الباميه، وهنعمل حاجه كمان تاني. البصله طبعا بتدبل يا جماعه، مش بتحمري البصله خالص، لا هي دوب تدبل. وبرده ايدك ايه في الباميه كده تحمريها. حطينا كمان اللي هي بتاعت اللحمة مع البصلة، عشان تنزل كده بقى شوية يعني ايه، بهاريس كده بيكون طعمها حلو. حطينا بقى معلقتين صلصة كبار. وكمان تحطي اللهم صل على سيدنا محمد، عصير طماطم. طبعا يا جماعة انا مش عارفة نسيت ولا ايه، البصلة قطعنا عليها توم، انا نسيت اقول لكم، مش فاكرة يعني. المهم، بعد ما تشوحوا في بعض حطينا عصير الطماطم، مكعبين من المرقة، وهتبدأي كده شوية سكر أساسي، وتسيبيهم لغايه اما تسبكوا. هنبدا نحط البهارات. هنا معايا الكيس ده زي ما قلت لكم، ده ال11 بهار. الكيس ده تحفه جدا يا جماعه، كيس بهارات جميل جدا. هتحطي كمان الكيس ده كزبره، وهتحطي كزبره بزياده وفلفل اسود كده بزياده، عشان طبعا التست معاكي يكون عالي شويه. وتظبطي الملح بتاعك، وتدي بقى تقليبه، وهتسيبيها يا دوب تنطر الإيدام بتاعها، لان طبعا التسبيكه مش بينطر الإيدام بتاعها غير لما تحط لها البهارات. حلو كده، حلو. معايا هنا بقى كان في الفريزر اللهم صل على سيدنا محمد، دي اسمها بسلة وجزر. طبعا انا بس هنا عشان النور كان بيقطع كتير الايام اللي فاتت، فعمل تلج، لكن احنا عندنا الفريزر ما شاء الله يعني ما بيعملش تلج. الحاجة بتطلع زي ما انتوا بتشوفوا معايا في كل الفيديوهات، لكن عشان النور كان بيقطع عمل تلج. في دوب فككناه كده تحت المية، وحطينا تسبيكة على البامية، وباقي التسبيكة حطينا البسلة. عايزة اقول لكم قسما
بالله البسله دي يا جماعه بات منها طبق كده صغير، وتاني يوم اتاكل، ما قعدتش، كانت تحفه. والباميه طبعا خرافه، وزي ما انتوا شفتوا الشوربه انا عاملاها ازاي للحمه تحفه. هتجيبي بقى حته توم تحطيها كده على نيه، تحطيها مع البسله، بتديكي طعم جميل جدا جدا. قلبي بقى البسله تقليبه، والباميه برضو حطي لها الشوربه بتاعتها وقلبيها تقليبه، ويا دوب هي غلوه والتانيه على النار وهتطفي عليها. اللحمه اصلا بتاعتي كانت مستويه وكله زي الفل. اللهم صل على سيدنا محمد. بعد ما الباميه زي ما انتم شايفين البسله شكلها عامل ازاي يا جماعه، انا عايزاكم انتوا بقى اللي تحكموا. بصوا شكلها قمر. تبداي تحطي اللحمه عشان ايه، تاخد برضو من طعم البسله بتاعتك. بصوا، كنت عايزه اقول لكم ايه. طبعا احنا عاملين بسله وباميه، لان انا ما باكلش البسله فباكل الباميه، فماما عملت باميه بس بابا بيحبها برضو جدا والبيت يعني، فعملنا الباميه جنب البسله. لكن ممكن الناس تقولك الاتنين ما بتعملوش في وقت واحد، لكن انا عشان مش باكل البسله. المهم كده الاكل خلاص بتاعي يعني يا دوب غلوتين وهنطفي عليه. جيت هنا بقى انا اعمل ايه، شويه رز بشعريه بقى، انتوا عارفيني في الرز بشعريه. طبعا عملت معاكم كذا مره ومش هطول عليكم الفيديو، بس بالله عليكم بالله عليكم كل اللي وصل لغايه الرز بشعريه يحط لايك، يعني حطوا لايك كده للفيديو. حطيت زبده، واساسي تحط شويه زيت عشان بيلمع معاكي الرز. هحط بقى الشعريه بتاعتي، انا هنا هحط كيسين من الشعريه على كيس رز، يعني كيلو شعريه مع كيلو رز، حلو كده. لان الرز ابو شعريه لما بتكتري فيه الشعريه بيكون حاجه تانية يعني. جنب بقى البسله ولسه هنعمل ملوخيه، فانتوا طبعا ادرى وحاسين بالطعم اللي انا بقول لكم عليه. هنا بقى كانت خلاص اتحمرت، هبدا احط المرقه عشان تدوب مع الشعريه. وهتحطي طبعا الملح، وتخلي بالك اللي احنا حاطين مرقه. احط كمان ورق لورا، بحبه جدا في الرز بشعريه، بيديله طعم جميل. اهو كده يا جماعه، قمر قمر قمر. والله بحب الرز جدا. بحب يا جماعه أنا اصلا نعمل اكل في البيت، الاكل في البيت ارحم بكتير من اكل بره، بيكون انضف بكتير يعني. ففي ناس من الحر بتستسهل بقى تجيب من بره وكده، لكن والله الاكل في البيت بجد نعمه، بيكون طعمه مختلف حاجه بقى انتي ضمناها. ضمنه بقى المواعين بتاعتك غسلاها كويس، منضفه الاكل بتاعك، فاهميني؟ فانتوا فاهميني اكيد. بس كده. طبعا معلقه على الشوربه بتاعت الملوخيه عشان نعمل الملوخيه. قلت بقى هنا اظبط الملح واديله كده تشويحه برضو، لان كل ما بتشوحي كده في الرز كل ما بيكون مفلفل معاكي، مش في اول ما تحطي الرز كده تقومي ايه حاطه الميه وراه على طول. تعالوا بقى نحط الميه بتاعتنا. طبعا عايزين تحطوا شوربه حطوا، لكن انا بصراحه بحب الميه كده كده. انا حاطه اصلا مكعبات مرقه، فكنك انتي بتعمليه بشوربه مش بتعمليه بميه، فاهميني انتوا؟ مع الزبده مع الورق اللورا، فاكنك انتي اصلا عامله الرز بشوربه مش بميه يعني. هنا بقى كان خلاص، بصوا اتشرب. بصوا بقى الجمال والقمر، بصوا القمر. بص بسم الله ما شاء الله، مفلفل ازاي يا جماعه، بجد تحفه تحفه. تسلم ايدي والله، تسلم ايدي في الرز بتاعي ده. بصوا جميل قوي. هسويه، كان طبعا لسه عايز سوا شويه يعني، فقلت اسويه كده بقى واغطيه برضو. وايه تعالوا احط قبل ما اغطيه احط ايه كام حته زبده كده من فوق الوش. انتوا عارفيني طبعا انا ماما معوداني لا احط زبده لا احط قشطه. وعايزه اقول لكم كلكم لو عملتوا الميكس مع بعض، جبت علبه القشطه وحطيتيها وتحطي عليها زبده، يا نهار ابيض على الجمال يا جماعه. بصوا حاجه تانية. بصوا الاكل بتاعي بقى كان هنا خلص خلاص. الملوخيه بقى مسكتها خرطتها كده، بصوا خضرة وجميله بقى وبلدي قمر كده. والشوربه بتاعتي حاطه فيها حته توم ومظبطه الملح. واول ما تحطي كده بقى الملوخيه ابداي اعمليها كده بالشوكه بتاعتك عشان ايه ما تكتلش معاكي. وطبعا كل ما بتعمليها بالكبشه كده بتديكي عرق الملوخيه كده عشان يكون ايه طعمها حلو. زي ما انتم شايفين بصوا خضرة وجميلة، ما طلعلهاش بقى ريمة ولا اي حاجة. بصوا قمر قمر قمر. وهنا بص الاكل بسم الله ما شاء الله بجد تحفة، تسلم ايد ماما طبعا. والرز بشعرية بصوا اختي جنب الملوخية وطبق البتنجان والسلطة ده موضوع تاني. جبت بقى كده زي ما انتم شايفين الطاسة الصغنطوطة دي فيها زبدة، هنحط كمان معلقة توم
ونبدأ بقى ايه نحمر التوم بالملوخية اهو زي ما انتم شايفين بقى معلقة من الكزبرة كبيرة كده وتحطيها وتقومي محمرة التوم بتاعك. يا رب يكون الفيديو عجبكم ونال اعجبكم تعالوا بقى نطش الطشة بتاعت الملوخية. وزي ما انتوا شفتوا بقى الطشه بتاعت الملوخيه القمر، كمان عملت طبق لسان عصفور كده بس مرضتش اصوره عشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم. بصوا السلطه مع الاكل اللي يفتح النفس ده كله، الرز بشعريه مع البتنجان المخلل القمر ده، طبق الباميه بقى والبسله. عايزه اقول لكم حاجه تانية خالص، طبق الملوخيه القمر ده. يا رب يكون عجبكم، استنونا في فيديو جديد، باي باي.